هذا وشهدت المواجهة أعمال شغب من طرف أنصار مولودية الجزائر بعد الأداء متواصل وهو مرفوض بكل صراحة. هو مرفوض من كل جانب ومن كل طرف من الأطراف المشاركة والمعنية بهذه اللعبة الشعبية كرة القدم. ولهذا نقول لو نحاول علاج هذه الظاهرة أنا نقول أنه لازم نعرف أسباب الظاهرة ولكن طبعا أصبحنا نشاهد مثل هذه الصور ولكن وهذا السلوك وهو يعني لا يشرف الكرة الجزائرية، لا يشرف الجماهير، خاصة الجماهير. حتى السيد حمار يحاول أن يهدئ أنصار فريق الوفاق أو أنصار الوفاق فوق المدرجات، والمباراة متوقفة بسبب هذه السلوكات التي أصبحت معتادة ولكن ليست محببة، ليست جميلة إطلاقا. هي مرفوضة، مضرة، تسبب الكثير من المتاعب النفسية وكذلك الجسمانية. ارتير جورج مع فالدو محاولة للتركيز على ما يجري فوق أرضية الميدان، ولكن للأسف هناك أشياء غير رياضية تجري فوق المدرجات توقفت بسببها حتى الدخول إلى غرف التبديل أو غرف التعليق من أجل تهديد بعض الزملاء، ولكن هذا مرفوض أيضا بكلام يعني بديء. هذا ليس تصرف وهذا ليس سلوك حتى فوق في المنصة الشرفية لملعب حمادي، ليس نهاية العالم. نحن نلعب في مباراة لكرة القدم وليس أكثر. مشاهد ليست للمشاهد حقيقة. أتمنى أن تعود المباراة إلى الأمور إلى طبيعتها وتستأنف أو تستأنف المباراة وتجري في روح رياضية عالية وتعود وتهدأ النفوس وتهدأ الخواطر. ما هي إلا نتيجة لمباراة بين فريقين كبيرين من أصحاب الشعبية والألقاب. كل واحد يحاول أن يهدئ من جانبه حتى تعود المباراة. شوشي، ما دخلوا شوشي؟ لماذا يحاول البعض أن يصب يحاول أن يهدئ؟ طبعا هذا هو المطلوب، تهدئة النفوس، تهدئة الخواطر، خواطر الأنصار المولودية وكذلك الوفاق. هذا هو المطلوب من كل اللاعبين، من كل المسيرين، من كل الأطراف المعنية بتنظيم مباريات في كرة القدم. قلت في البداية نتمنى أن نشاهد اليوم مباراة كبيرة بين الفريقين. شاهدنا، كنت أتمنى أيضا والجميع كان يتمنى أن لا نشاهد مثل هذه المشاهد أو الصور.